عندك شوية رقاق ناشف من العيد، تعالي أقولك على أحلى وأجمل وألذ صينية وبمية الحنفية هتعمليها على طول، مش هتكمل معاكي ثواني. أنا شيرين حمدي ودي قناتي، والذكر بتاع النهاردة هيكون اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. طول الفيديو طول اليوم النهاردة قولي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا التوريقة والجمال ولونه وطعمه ومذاقه ملوش وصف. معايا هنا اهو فلفلتين ألوان كده حلوين، فلفلاية صفرا وفلفلاية حمرا. تبدأي كده اهو بيكون جوه الفلفل كده جنب البذور في كده اهو شرايح لونها ابيض، حاولي انك تتخلصي منها. وبعد كده على طول قطعيه شرايح طوليه، وبعد كده مربعات كده ولا مكعبات صغيرين، قطعيه كده اهو بسرعه جدا، مش هيكمل معاكي دقيقتين. طبعا اكيد كلكم عارفين الفلفل الالوان مغذي قد ايه، وخصوصا للاطفال. هبدا ان انا اقطعه كده اهو. مش متوفر عندك فلفل الوان وعندك فلفل اخضر، فلفل رومي، فلفل احمر، حطيه واستبدليه بيه. يعني ما توقفيش نفسك عند حاجه. حطيت كده اهو قرنين من الفلفل، فلفل حار كده اهو حلو، يحليلي كده من طعمه ومذاق الرواق. كان عندي هنا شويه لانشون كده اهو صغيرين، ده توم تقريبا. هبدا ان انا اقطعهم كده مربعات بالشكل ده. مش متوفر عندك لانشون ولا اي مكونات من اللي انا هقولها لك، اي حاجه في التلاجة هتنفع. لو عندك جزر وعندك بصلايه، شوحي البصلايه وابشري الجزرايه واعمليهم كده على النار في معلقه سمن، وهي دي تبقى الحشوه مع شويه جبن. معايا هنا اهو تقريبا نص كوبايه من الحليب هنا كان مغلي عادي، يعني انا كنت مطلعاه من التلاجة وهستخدمه كده على طول. تبلته بس بشويه ملح وشويه فلفل، حوالي معلقه صغيره من الملح ونص معلقه من الفلفل الاسود وبس كده. نص كوبايه من السمن كده او الزبده المذابه تدوبيها كده على النار، وحطيتها في نص كوبايه كده جنبي. وهجيب بقى الصينيه دي مقاس 36 او على حسب الرقايه بتاعتك، يعني على حسب حجم الرقايه بتاعتك. الرقايه دي انا اول ما بجيب الرقايه جبت شويه اللي كانوا فاضلين من العيد كده اهو، وهبدا ان انا اغسل الرقايه كده اهو يمين ومن فوق ومن تحت بميه الحنفيه، ولا فيها ولا هبلها باللبن ولا اي حاجه كده اهو ولا بالشوربه. طبعا لو متوفر عندك شوربه وعايزه تعمليها بيها، سخني الشوربه جامد وابداي اعمليها. بس والله طلعت طريه جدا لما بغسلها تحت الميه، وكانت زي الفل. هبدا بقى ان انا خلطت نص كوبايه من السمن على نص كوبايه من الحليب، وطبعا تبلتهم بملح وفلفل. انا عايزه احس بطعم ومذاق الرقاق مع السمن مع الحليب مع الحشوه البسيطه جدا، اللي هو شويه فلفل وشويه جبن كده، هو بسيطه جدا متوفره عندك ان شاء الله، تقومي تعمليها وحاجه سهله وبسيطه. بصوا بقى هنا بعد ما بغسل الرقاقه كده اهو من وشها ومن ظهرها كويس تحت الحنفيه، هبدا ان انا احطها كده اهو طبقه طبقه. بس اول طبقه ما حطيتش الحليب مع السمن، حطيت بس طبقه كبيره كده اهو من السمن كده علشان الطبقه اللي تحت كده اللي في قاع الصينيه ما تلزقش فيها. وهبدا احط بقى الرقات بتاع الرقاق بتاعي. حطيت بقى هنا اهو الحشوه بتاعتي اللي هي شويه لانشون كده صغيرين وشويه فلفل الوان وفلفلتين كده لونهم اخضر حلوين. عندي بقى حته جبنه موتزاريلا كده صغيره، هبدا ان انا افردها كده عليها بالشكل ده. طب لو ما عندكيش جبنه موتزاريلا هتحطي ايه؟ حطي جبنه رومي. ما فيش جبنه رومي حطي اي نوع جبنه متوفر عندك، شيدر، رومي، موتزاريلا، جبنه قديمه، جبنه تلاجة، او اللي هي الجبنه اللي بتبقى جديده دي وطعمها الملح بتاعها قليل. كان عندي زيتون، الزيتون ده انا اللي عاملاه، انا اللي مخللاه، فقطعته كده اهو عشان كده انتم مش شايفينه مخلي، يعني يا دوبك قطعته كده اهو على ايديا، بحيث ان هي تحليلي من طعم ومذاق الرقاق. زي ما انتوا شايفين، وانا بحط طبقة الحليب مع السمنة على كل راق، بحط كده اهو كمية مش بسيطة، يعني مش بغرق الرقاق قوي، بس برضو بحط كده اهو كمية يعني حمل كده، او احط كده يعني تحس انك بغرف كده اهو شوية حلوين من الفرشة الحلوة دي. هبدأ بقى ان انا احط كده اهو. ممكن انتي تعملي صينية الرقاق ب10 رقاقات، ممكن تعمليها ب9، ممكن تعمليها ب8، على حسب انتي بتحبي الرقاق بيكون سميك ولا قليل. انا بالنسبة لي بحب ان انا اعملها بحوالي 9 او 10 رقاقات، بتبقى حلوة كده وبتكون جميلة ومظبوطة. طريقتها سهلة وبسيطة، مش هتاخد منك ولا وقت ولا مجهود. لو عندك ربع فرخة من اليوم اللي قبل ولا حتة فراخ كده اهو ممكن تعمليها، يعني مش هتاخد منك بمشيئة الله أي وقت. فاكرين الذكر بتاع النهاردة كان ايه؟ كان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دخلتها بعد ما حطيت وزينتها بالفلفل الألوان الحلو ده، دخلتها تقريبا لمدة تلت ساعة. أول ما الحواف بتاع الصينية بتاعتي بدأت تحمر طلعتها، وهبدأ بقى ان انا احط شوية موتزاريلا كده على الوش. لو انتي بقى ما عندكيش موتزاريلا ومش عايزه جبن من فوقيها، ممكن تحطي معلقه سمن كده هو ولا معلقتين سمن على الوش وتدخليها تولعي عليها شويه. تتخيلوش يا جماعه مذاقها؟ ممكن تنفع غدا، ممكن تنفع عشاء. انا كنت عاملاها غدا جنب شويه فراخ مشويه، كانت والله اكله اروع من يعني كانت روعه جدا وعجبت اولادي اللهم لك الحمد، وكل اللي ذاقها انبهر بيها. اتمنى تجربوا الاكله الحلوه دي. بصوا بقى شكلها حلو ازاي. انا طبعا هنا استنيت لما بردت، لو كنت قطعتها وهي سخنه كانت الجبنه بدات كده تشد
بتشد معايا، بس انا مش حاطه جبن بكميات كبيره زي ما انتوا شفتوا، ولا حاطه فلفل بكميات كبيره، وممكن تستغني عن اي حاجه وتعملي بدائل ليها. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك، والاهم اللايك هو ذكر الله والصلاه والسلام على الرسول. بصوا بقى، بصوا شكلها والقاع بتاعها. القاع بتاعها بقى لونه احمر مقرمش، اهم حاجه ان هو يقرمش معاكي. الحواف بتاعتها مقرمشه ومن جوه طريه جدا ورهيبه لاعلى درجه. الذكر بتاع النهارده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنسيش اللايك. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.